دلوقتي انت ممكن تحلق وتروق على نفسك اخر روقان بالتقسيط، فتعالوا لكم الديتيل. انا في شيلز. تفتكروا شكل شعري ده كويس يعني؟ عشان هنشوفه بعد ما اخلص هيبقى عامل ازاي. شادز، وده مكان لازم ازوره على بدايه السنه الجديده. ومبدئيا كده الويتنج اريا فيها بلاي ستيشن عشان تروق على نفسك، وعامل عروض على الممبرشيب، لما تحط فلوس في المحفظه هتاخد فلوس زياده لحد ما تاخد 1000 جنيه زياده. وفي كل حاجه ليها علاقه بالروقان زي كرسي المساج، والادوات اللي قدامكم دي بتلاقوها في عيادات التجميل، بس هي موجوده عنده ادوات سكين كير وبادي كير. فانا علشان خاطر السنه الجديده قررت اروق على نفسي اخر روقان، وهعمل سكين كير عشان اخش السنه الجديده بوش منور كده. وهم عندهم في السكين كير متخصصين محترفين جدا في الموضوع ده، وعندهم كل الستبس بتاعه السكين كير، حتى الهايدرو عندهم والتقشير البلوري. ففعلا اللي هيروح يعمل سكين كير هيتروق عليه على الاخر. بالمناسبه هم الانيفرساري بتاعهم يوم 5 يناير، هيبقى عندهم عروض كتيره جدا في اليوم ده بالتحديد، فاسالوا عليه. وعلى فكره يا جماعه شادز مش غالي خالص، يعني عنده باكج فيها 5 حاجات: قص شعر وقص دقن وفوطه ساقعه وفوطه سخنه، وهيقفل لك شعرك كمان بالسشوار ب 230 جنيه. وفي كمان عندهم ويب سايت تقدروا تحجزوا منه حتى الستايلست اللي هيبقى معاك. ودلوقتي تعالوا اوريكم النتيجه النهائيه واخد رايكم بعد ما خلصت كل الكلام والدلع ده. خلصت خلاص. فقولوا لي رايكم في الستايل اللي انا عامله ده.